السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير حبايبي ومتابعين توعي. أنا جبت لكم فوائد المسك الأسود. المسك الأسود وهو فائدة تاعو عظيمة جدا بالنسبة لينا احنا كجسم إنسان. هذا المسك الأسود طارد للمس والعين والسحر. هذا المسك فوائده عظيمة جدا وإحنا ما نعرفوهش وما نشتري له قيمة. طريقة الاستعمال لطرد السحر أو عين أو حاسد أو مس، هيا تجي تستخدميه ما بين أصابعك يعني وتحت الأذن، وكذلك تقدري ديريه أثناء الرقية الشرعية في النيف نتاعك، يعني هكا تحطيه كعطر. كذلك تقدري تستعمليه في حياتك يعني وروتينك اليومي كتعطير الملابس كتعطير المنزل، لأنه مفيد جدا لطرد العين والشياطين والسحر وكل ما يضر بالإنسان. سيرتو للرقاة يستعملوه يعني كطارد، لأنه الرائحة نتاعو ما يحبهاش الجن أو الحاسد أو الساحر. كما تشوفوا هذا له فوائد عظيمة. المسك الأسود رائع جدا أحبائي ومتابعين توعي، ما تنسوليش لايك واشتراك باش يعني تعم الفائدة على كل من يفوت عليه هذا الفيديو. ما تنسوش برك لايك. كما قلت لكم المسك الأسود له العديد من فوائد سواء للجسم أو للصحة النفسية، ومنها كفوائد المسك الأسود هي الصحية والجسدية، مضاد للبكتيريا والفطريات، يساعد في تطهير الجروح ومنع الالتهابات. كذلك قلت لكم طارد للجن والسحر والحسد، كذلك يقلل من تقليل التعرق والروائح الكريهة، يستخدم كعطر طبيعي للجسم أو للمنزل. كذلك يساعد في تنشيط الدورة الدموية، قد يساعد في تحسين تدفق الدم وتخفيف التعب، تحسين صحة الجلد، يستخدم في بعض التركيبات لعلاج حب الشباب والالتهابات الجلدية. المهم أهم شيء هو أنه طارد للسحر وكذلك المس والعين، طارد كذلك للحشرات لأنه رائحته قوية جدا يكرهه ورائحته يعني يكرهها الحاسد والجن وكذلك الحشرات كبعوض وبعض الحشرات الأخرى. وفوائد المسك الأسود لرائحة النفسية والروحانية كمهدئ للأعصاب، رائحته تساعد على الاسترخاء وتقليل من التوتر. كذلك حبيبي ومتابعيني تعزيز حالة المزاج، يعني يمنح شعور بالراحة والسعادة. كذلك يستخدم في رقية الشرعية، يعتقد أن له دورا كبيرا في طرد الطاقة السلبية وعلاج الحسد والعين والسحر. بالنسبة وكيفية الاستخدام، يمكن دهنه على الجسم مباشرة خاصة خلف الأذن والمعصمين، يعني يمكن إضافته إلى كريمات أو زيوت العطرية يعني تستخدمينه كعطر. يستخدم كذلك في تعطير الملابس والمنزل. حبايبي ومتابعين توعي، أي سؤال عندكم حطوه لي في التعليقات ونقول لكم وصلت نهاية الفيديو. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، واي سؤال عندكم حطوه لي في التعليقات وانا نجاوبكم، ونحاول اني نستفسر ونشوف ونبحث. اي انسان عنده اي شكوك في هذا الشيء يحاول انه يبحث عليه في جوجل ويشوف. نقول لكم بسلامة، باي باي.